وانسى القهار. جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات، ومايل وحدف منديله كات على طرف وجيله، مايل وحدف منديله. في يوم من الايام ابويا وامي خرجوا وسابوا البيت، فانا قلت استغل اللحظه الشيطانيه دي وانا قاعد لوحدي، وقلت اسمع ام كلثوم. ساعه ونص يا مؤمن، من ساعه ما خرجوا لحد ما رجعوا بتحاول تعود عينيها على الرؤيات. ده لو قرد كنت عودت ليه ساعه ونص يا ماما ليه؟ وبعد كده انت مش عارفه تعودي عينك على الرؤيات، تشخطي فينا احنا ليه؟ احنا ذنبنا ايه؟ خلاص عدى الوقت وعودت عينيها على الرؤيه، ولسه هتخش في اللي بعده يطلع لك خازوق من تحت الارض. الله عليك يا ست. تعيد من الاول يا دي. تيجي تكلم حد كبير تقول له يا عم دي بتزعق وصوتها مش حلو، يقول لك يا ابني يا ابني انت ايش فاهمك؟ انت اقرا كلماتها بس ولا شوف الكلام اللي هي بتقوله معناه ايه. هي اللي بتكتبه؟ لو هي اللي بتكتبه، هي ام كلثوم بتغني راب؟ بتغني راب ام كلثوم؟ لو بتغني راب اقول لك ماشي، ام كلثوم كلامها حلو واركز في كلماتها بقى، ام كلثوم عميقه ونقول لك ام كلثوم فوق، ونعمل بيج ام كلثوميليانز اند براود ونزيد كلنا ماشي. لكن ام كلثوم ما بتغنيش راب، مش هي اللي بتكتب كلماتها، يبقى ركز في كلماتها. ليه؟ صوتها عامل ازاي. خلصنا من ام كلثوم ومن صوت ام كلثوم، نخش على نجاة الصدر الحنين. طبعا دي ما نقدرش نعيب على صوتها في حاجه، بس اغانيها فيها حاجات كده مش مفهومه. يعني لما تيجي تسمعها مثلا بتقول لك ايه؟ اني رايتكما، اني سمعتكما، عيناك في عيني، في شفتي، في كفي، في انت كنت شفتيهم بيعملوا ايه بالظبط؟ وبعد كده سمعتيهم ايه اللي يتسمع في اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش فاهم. وبعد كده انت ازاي جالك قلب تقفي تتفرجي على كل ده؟ انت ست محترمه ومفروض خدي بعضك وامشي وما تفضحهمش على الملأ كده. وبعد كده انا في حاجه مش فاهمها، يعني في حاجه مش مفهومه. عيناك في عينيه بيسبلوا قشطه، في شفتيه بيبصها في عينيها عادي، في كفيه وهو بيحط ايده على وشها عينيها جت في ايده مش مشكله، انما عينيها كانت في قدميه بتعمل ايه ده؟ انا مش فاهم. هو يا صوت حلو وكلمات مش راكبه، يا كلمات حلوه وصوت مش راكب، ما تتقوا الله فينا شويه. نخش على البرنس الكبير، فامباير الغنوه المصريه، عمرو دياب. ده كان طموحه في الحياه انه يطلع مدرس عربي، بس تقريبا التنسيق ده خلاه يغني، مش فاهمين ازاي. تيجي الاغنيه بتاعت اهو ليل وعدى، ليل وعدى، ليل وعدى تاني، اهو ليل وعدى، ليل وعدى، ليل وعدى، تبقى 5 مرات وتعالى سمعها المره الجايه. الليله دي سيبني اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك، الليله دي سيبني اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا تاني، الليله دي سيبني اقول يلا يا جماعه الحصه بتاعتنا ديت ادوات الاستفهام. انا جرالي ايه؟ جرالي ايه؟ جرالي ايه؟ انا جرالي 24، انا جرالي ايه؟ يا اخي مش عارف تحفظ الاغاني ما تقرفناش يا عم. الاغنيه كلها كوبليه واحد، يا تحفظ اغنيه على بعضها، هو يا اما ساعه ونص تعود عينيها على الرؤيه، يا اما انا جرالي ايه. خلصنا من حصه العربي مع عمرو دياب، نخش على الامتحان مع المراقب العظيم محمد فوزي. السؤال الاولاني، ب الف ب الف تبقى ايه؟ ميم الف ميم الف تبقى ايه؟ ها؟ السؤال التاني ده سؤال صعب الصراحه. عارف الواد اللي اسمه عادل جه الدكتور وعمل له ايه كما ذكر في القطعه السابقه؟ طبعا احنا المغنيين دول كلهم بنحترمهم وبنعزهم، بس احنا قلنا مش حاجه نعملها فضا بعيد عنك، قلنا نطلع نقرف خلق الله. شكرا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتشترك في القناه وتعمل فولو على اليوتيوب عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. سلام عليكم.